عمرك لاحظت دم على الفرشة وأنت بتغسل أسنانك؟ أو وأنت بتاكل حاجة ناشفة مثلا زي التفاح لقيت فيه دم بينزل من أسنانك؟ ناس كتير بتفتكر إن دي حاجة طبيعية، لكن الحقيقة إن دي علامة من جسمك إن في مشكلة ولازم تتعالج. طب إزاي نوقف النزيف ونرجع اللثة صحية زي الأول؟ ده اللي هنعرفه من خلال الفيديو ده. خليني أشارك معاك 5 طرق فعالة وصحية عشان ترجع اللثة زي الأول. صلى على النبي ويلا نبدأ. أول حاجة لازم نفهمها إن نزيف اللثة بحد ذاته مش مرض لكنه عرض. العرض ده بيقول لك إن في التهاب أو ضعف في اللثة، وأكتر سبب شائع ليه هو تراكم البلاك أو تراكم الجير. وهنا بتيجي الخطوة الأولى أو الطريقة الأولى، وهي الاهتمام بالتنظيف اليومي بالطريقة الصح. تنظيف مش بس معجون وفرشة بسرعة بس، لا ده لازم مرتين يوميا على الأقل، وباستخدام فرشة تكون ناعمة جدا ومعجون فيه فلورايد. ولو عايز نتيجة أفضل ركز على خط اللثة، لأن ده المكان اللي بيتجمع فيه الجير والبلاك وبيسبب النزيف. لكن هل التنظيف بالفرشة بس كفاية؟ الإجابة هي لا، وده اللي هينقلنا للنقطة التانية، وهي تنظيف ما بين الأسنان. تخيل كده إنك بتنظف طبق من غير ما تنظف الزوايا، هيفضل فيه بقايا أكل ومع الوقت هيبدأ يعفن. نفس الفكرة بالظبط بتحصل في بقك. وهنا الخيط أو الفرشة البينية أو الووتر فلوسر هما الحل، وده لأنهم بيشيلوا الأكل اللي بيكون موجود ما بين الأسنان والفرشة مش بتقدر توصل له. بعد ما بدأنا نمنع السبب الأساسي هنحتاج حاجة تقوي اللثة نفسها، وهنا تيجي الخطوة الثالثة وهي التغذية. دلوقتي احنا عايزين حاجة تقوي مناعتك لكن في نفس الوقت تحافظ على لثتك متماسكة وثابتة زي ما هي، واللي هيعمل كده هو فيتامين سي، وده لأنه المسؤول عن قوة الأنسجة والتئامها. فيتامين سي هنا بيتمثل في الكيوي، البرتقال، فراولة، فلفل الالوان، وكمان الحديد والزنك مهمين جدا، وده نقصهم بيخلي نزيف اللثه اسهل. وقبل ما ندخل على الخطوه الرابعه ما تنساش اللايك، شير، سبسكرايب، ظبط الدنيا معايا يعني. وندخل على الخطوه الرابعه وهي المضمضه. محلول الملح الدافئ من ابسط واقوى الحاجات اللي بتقلل من التهاب اللثه. معلقه ملح صغيره على كوبايه ميه دافيه تتمضمض بيهم مرتين في اليوم، وده بيقلل البكتيريا وبيهدي اللثه. وكمان في غسولات طبيه ممكن الدكتور يكتبها لك بتقلل البكتيريا وبتقوي اللثه بشكل اسرع. واخيرا اهم نقطه في الموضوع كله، الخطوة الخامسة وهي زيارة الدكتور. أوقات النزيف بيكون بسبب جير متراكم بيحتاج تنظيف احترافي، أو حتى التهاب لثة متقدم، أو حتى أمراض تانية زي مشاكل الدم والسكر. الكشف الدوري هنا مش رفاهية، هو الضمان إنك تلحق المشكلة قبل ما توصل إنك تفقد أسنانك. في النهاية متنساش سبسكرايب، وسلام.